فيلم Elemental من أجدد أفلام ديزني وبيكسار، تعالوا نتكلم عنه. وبيكسار رجعوا لنا تاني بفيلم جديد بعد تقريبا سنة كده من عدم تنزيل الأفلام. آخر الأفلام بتاعتهم كانت لايتير وتيرنينج ريد، وتيرنينج ريد كان لطيف وحلو. بس لايتير ما كانش أفضل حاجة، وكمان فشل في شباك الرزاق بشكل كبير. هل إليمنتال قدر إن هو يعلي على الأفلام دي؟ هل بيكسار رجعت ل مستواها؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في مراجعتي لفيلم Elemental. انتوا كمان ما تنسوش انكم تكتبوا لي رايكم في الفيلم ده في الكومنتات، عجبكم ما عجبكمش. كمان ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان الفيديوهات اللي هتنزل الفتره الجايه تكون حلوه جدا. كمان ما تنسوش انكم تروحوا تعملوا فولو للتيك توك بتاعنا الجديد اللي احنا عملناه. الفيلم بتاعنا بيتكلم عن عالم فيه العناصر كلها بتتعايش مع بعض: الهواء، الميه، الارض، والكلام ده كله. عنصر النار بيمثل خطر على بقية العناصر، فهو بيكون منعزل شوية ومنبوذ عن بقية العناصر. لكن لما احد سكان مدينة النار اللي هي امبر هتحب ويد من سكان المية، ايه اللي هيحصل ما بينهم؟ هل علاقتهم دي هتنفع؟ وايه اللي هيحصل بالظبط؟ هو ده اللي الفيلم بيتكلم عنه. والقصة واضح انها حلوة. مش اول مرة بيكسار يستخدموا حاجات مختلفة زي مثلا الحيوانات، زي مثلا الكائنات الخيالية عشان تحكي قصص إنسانية. لكن فكرة الفيلم ده من حيث القصة هي حاجة بالنسبة لبيكسار جديدة وأوريجينال، فأنا حابب ده اوريدي. بس القصة بتاعتنا هنا فيها حاجات حلوة جدا. في برضه ان سكان النار دول كانوا مهاجرين من البلدة بتاعتهم عشان حصل كذا وكذا وكذا. فالقصة دي برضو كانت حلوة جدا. بس عامة حاسس ان الفيلم معرفش يستكشف كل حاجة هو قدمها. يعني انا شايف ان انا كنت في الاول اللي هو الله، ايه القصة دي؟ القصة اللي اتقدمت دي حلوة، انا عايزة اعرف ايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل مثلا. بس بعد كده ما بيكملوش فيها او بينتقلوا لحاجة تانية ملهاش لازمة. فهي دي المشكلة، ان هو كان في يعني بوتنشال، كان ممكن ان في قصة من دول يبقوا حلوين جدا وفعلا فعلا انبسط منها، لكن ما كانوش بيستكشفوا كلهم للاخر. اللي في الاساس معانا هنا هو الرومانسية اللي ما بين امبر وويد. هما كشخصيتين هما حلوين جدا وممتعين جدا، كشخصيتين اساسيتين يعني. والاداء الصوتي برضو اللي محطوط فيهم حلو قوي، وكانوا مدين كل واحد فيهم ارك معينة معاكسة للتاني، فبالتالي لما الاتنين يتقابلوا مع بعض يعني يكملوا بعض من نواحي كتيرة. بس الرومانسية اللي كانت ما بينهم كانت معمولة بشكل سريع جدا. حاسة انها اتسرعت، ما خدتش وقت انها تتبني بشكل اكبر، فنحس لا ان هما فعلا علاقاتهم دي قوية وعلاقاتهم دي مبنية بشكل كويس. لا، حاسة انها اتعملت على طول ومن اول الفيلم كده اتبنت على طول من غير حاجات كتير. بس بعد كده لما علاقتهم بتكبر بقى بيكون الفيلم ممتع برضو جدا وكيوت جدا وحلو قوي. في لحظات ومشاهد بتكون حلوة قوي مع الاتنين وهما بيستكشفوا حاجات في مدينة العناصر دي، بيروحوا أماكن مختلفة. وطبعا ده الشكر كله للأنيميشن والحاجات دي كلها، هتكلم عن الموضوع ده. بس المشاهد دي كانت بتبقى حلوة وفي كيمستري حلوة جدا ما بين الشخصيتين دول، من حيث الأداء الصوتي برضو كمان بتاع الممثلين. فلا، الأداء الصوتي بتاعهم كان حلو جدا في الشخصيتين دول. وعلى فكرة الشخصيات برضو كلها اللي في الفيلم ده اعتقد انها ممتعة جدا، بس لو كانوا يدوا مثلا اعتقد مساحة اكبر لان الشخصيات دي تبقى ليها ادوار تانية، برضو كان ممكن ان انا احبهم اكتر. بس انا حبيت جدا الاتموسفير بتاعة الفيلم ده، حبيت الفايب بتاعته. الانيميشن طبعا زي ما قلت لكم رائع جدا. بيكسار بيعلى على نفسهم كل سنه عن التانية في الانيميشن. يعني السنه اللي فاتت برضو لما اتكلمت عن تيرنينج جد كنت بتكلم قد ايه الفيلم ده حلو جدا في الانيميشن، وقد ايه انا مبسوطه جدا من بيكسار، واعتقد ان هم كانوا عاملين شغل جامد جدا. السنه دي المره دي الانيميشن كان برضو تاسك مختلفه تماما، لان انت بتعمل شخصيات من النار بالذات. اعتقد ان شكلهم كان كرييتيف جدا، والشخصيات كلها برضو كانت حلوة جدا، شكلهم يعني كان حلو جدا. وكمان اللقطات بتاعت الفيلم ده هتلاقي ان هما مستخدمين المدينة بتاعتهم دي بشكل كويس جدا، عاملين سيكونسز بانيميشن شكلها حلو جدا. وانا هو ده اللي انا حبيته وبحبه في افلام بيكسار عامة، بيقدروا يستخدموا الاماكن المحيطة بالشخصيات عشان يعملوا لقطات حلوة وانيميشن بشكل كويس. حبيت ده جدا. بس اعتقد المشكله الاساسيه اللي عندي هنا هو ايقاع حكي القصه مع الفيلم ده، وهو اللي اذاع معايا كتير. لكن لو كانت حسن انا اعتقد ان الفيلم ده كان هيبقى عالي عندي جدا وهحبه قوي.
زي ما قلت لكم، اول حاجه علاقه الرومانسيه اللي ما بين امبر وويد متسرعه، عايزين يخشوا فيها على طول، مش عايزين يبنوها، يبنوا الشخصيات. فدي حاجه خلت ان الموضوع ما يبقاش قوي قوي، ان انا اتعلقت بيه بشكل كبير. وايقاع حكي القصه عامه في حاجات متسرع، اللي هو احنا بنخش حاجه معينه على طول، ونبتدي ان احنا نخش في الحاجه الكبيره على طول من غير ما نعمل بناء بشكل كويس. فبالتالي انا بحس ان انا مش مهتم بالحاجه اللي حصلت دي، حسيت انها فاجئتني فجاه كده، مش حاسس ان انا متعلق او مهتم قوي بحاجه اللي بتحصل في الفيلم ده. فانا لما قعدت فكرت لقيت انه الموضوع كله متعلق بفكره ان هما في الفيلم ده كانوا مهتمين قوي بالرساله اللي هما عايزين يدوها، ومهتمين قوي باللحظات المختلفه اللي في الفيلم. لكن كقصه كبيره كده تبص عليها لا، تقول لا، في فرق، في ثغرات في الموضوع، في حاجات مش عجباني، في حاجات المفروض كانت تتبني اكتر. يعني مثلا هحاول ان انا اوضح كلامي اكتر. مثلا مهتمين بان هم يوصلوا رسالة انه احنا كأعراق مختلفة ممكن ان احنا نتعايش مع بعض عادي، ما نعملش عنصرية ضد بعض والكلام ده كله. رسالة جميلة وكل حاجة، بس هم اهتموا جدا بتوصيلها، لكن ما اهتموش بفكرة ان احنا نبني القصة اللي هتوصل لنا الرسالة دي وتكون قصة حلوة. فعلى مدار الفيلم تحس ان هم بيحاولوا يوصلوا رسالة، لكن القصة نفسها مش موجودة. حاجة تانية، بيركزوا على اللحظات الكتيرة اللي ما بين الشخصيات، بتكون لحظات حلوة وبرضه ممتعة زي ما قلت لكم. بس لما تلاقي وتبص كده كصورة كبيرة تلاقي ان القصة لا، برضه لسه مش قوية قوي. فاعتقد ان كل ده مرتبط بفكرة ان هما مركزين على الحاجات دي اكتر، ان هما مركزين على القصة وانها تكون مبنية بشكل كويس. بس كفيلم انيميشن اعتقد ان هو لا، حلو جدا وممتع، وفي لحظات حلوة جدا، بس كقصة وكده هو ممكن يكون ضعيف في الحتة دي شوية. وكمان انت بتتوقع اللي بيحصل في الاخر، اللي هو القصة ممكن تكون يعني حاجة شفناها قبل كده من ناحية كده في القصة، وتبقى عارف هتنتهي على ايه في الاخر. بس اعتقد ان هو احلى من حاجات قدمتها بيكسار السنتين اللي فاتوا. انا عن نفسي شايفه ان الفيلم ده احسن من لوكا واحسن من لايتير. فانتوا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن الفيلم ده. انا انبسطت منه وحبيته جدا، والانيميشن بتاعته هايله. ادي الفيلم ده 6.5 من 10. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، عايزه اعرف رايكم في الفيلم ده ايه. هل حبيتوه ولا ما حبيتوهوش؟ هل دخلتوه اصلا ولا ما دخلتوش في السينمات؟ ايه رايكم فيه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.